أنت كلمتني في موضوع، والموضوع هذا جدا هام جدا في حياتي. أنا كفالتي لليتيم، أنا معلش لو طولت شوي عليكم، أنا كفالتي لليتيم ما كان لها تفكير مسبق ولا شيء. نعم. أنا صارت معي قصة يعني قد اللي يسمعها يقول هذه من نسج الخيال، لكن هذه قصة حقيقية. أنا طبعا عندي أطفال، يمكن ناس كثير احنا يكفلون أيتام ما عندهم أولاد أو محرومين من الظلام وما شابه ذلك. أنا عندي أطفال، قدر الله وشاء أثناء ولادة زوجتي إنه جاني طفل عنده إصابة أو إعاقة في الرأس، استسقاء، وعملوا له عملية وفي نفس اليوم وفي الدمام في المنطقة الشرقية، وزفوا لي خبر سيء جدا إن الطفل صعب جدا إنه يعيش، ولو عاش راح يكون معاق إلى الأبد، لأن الرأس الماء ضاغط عليه وفي دم على المخ وفي تلف في الخلف وإلى آخره. فصعب جدا إن الطفل يبقى سليم أو كذا، فإذا عاش 48 ساعة فهذه قدرة الله، بس إن الوضع يكون معاق على طول. فكنا نتكرر على زيارته في المستشفى، وكان موجود طفل صغير وكان يبكي، وزوجتي استعطفت الطفل وصارت توقف جنبه وقالت لي أنا حنيت على الطفل هذا، حتى لأن طفلي أنا كانوا مانعين زوجتي تقرب منه أو ترضعه أو تجيه أو تلمسه. سبحان الله بدأت زوجتي تدر الحليب بغزارة وهي شايلة الطفل هذا، احنا ما نعرف عن هذا الطفل هذا أي شيء. نعم. فاستأذنت زوجتي انها ترضع الطفل هذا، قالوا عادي هذا من يتيم من الظروف الخاصة والى آخره. فما طول عليك صرنا نتردد على الطفل هذا، وبعدين نقل الطفل إلى مركز دار الأيتام في الدمام، ورحنا نركض وسوينا إجراءاتنا وما شابه ذلك. طلعنا الطفل وودناه ويانا للبيت، وظل عندنا وابننا في المستشفى. في الأخير قررنا نطلع الابن، رفضوا المستشفى، قالوا ايش تاخذ لك طفل خشبة متخشب يعني. وكان الراس يا أخ عبد العزيز حجمه كبير جدا جدا، كنا حتى نخاف نطلع عليه يشوفونه الناس. نعم. فطلعنا الطفل وصاروا عندنا اثنين. اللي احنا اللي احتضناه كان عنده تشنج وعنده الصدر. وعشنا ايام وما ادراك وش ذيك الايام، عشنا ايام كانت صعبه جدا 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 علي انا ويا زوجتي. تسهر الليالي، طفلي من جهه والطفل هذا اللي اخذناه من جهه. ومرت علينا ايام الى درجه حتى ناس قالوا لنا انتم مجانين، انتم صاحيين، انتم ايش تبغون بهذا، انتم عندكم ولاد طفل. قلت لزوجتي توكل على الله، شيء بدأنا فيه والله ما نتخلى عنه. فاقسم لك بالله صارنا ليالي وليالي وليالي وليالي. الان عمر ابني 6 سنوات. نعم. عمر الولد اللي انا حضنته عمره 6 سنوات. اذا قلت لك الان ان ابني يدرس في الروضه والطفل الثاني يدرس في الروضه، وجميعهم في صحه ممتازه جدا جدا جدا. ابني انا راجعت فيه الطبيب قال لي مستحيل يكون هذا اللي كان عندنا. قلت هذا هو يا دكتور كفاح السنان موجود في المنطقه الشرقيه. قال معقول هذا الطفل اللي كان عندنا في المستشفى ابنك ابراهيم اللي كذا وكذا وكذا؟ قلت نعم. فالزياره الاخرى قال لي انت اخذت طفل من هنا يتيم تبنيته او احتضنته؟ قلت نعم. قال هذه بكرامة، يعني هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل. والله لو كانوا الناس يعلمون وجود اليتيم داخل البيت وش فيه من فوائد. أنا لا أتكلم عن فوائد مادية، أنا لا أتكلم عن فوائد معنوية، أنا أتكلم عن فوائد في الآخرة في الدنيا. ظروف تعدلت، أمور كملها الله بوجه حسن. الطفل هذا أعاد لنا الفرحة في البيت بشكل لا يتصور العقل. أنا عندي 5 وهو السادس، والله وأنا على الهواء وأمام الملأ أقولها، والله لو يعلمون الناس وجود اليتيم بينهم وش فيه من حسنات وش فيه من أجر عظيم، والله لن يبقى طفل واحد في دار الأيتام. وأنا أنصح نصيحة من هذا المنبر، ناس أنا لاحظت ناس لما يروحون يبغون يحتضنون طفل تفكيرهم في الطفل الوسيم أو في الطفل الجميل. أو يا أخواني يا مستمعين، خذوا اليتيم لا بشكل. والله 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 اسمحوا لي أنا متأثر من هذا الوضع، لأني أنا أشكر الله أشكر الله أشكر الله في سجودي في ركوعي في صلاتي في صيامي في كل وقت اللي أنعم علي بهذا الطفل اليتيم خالد. وتمسكت في الحياة أكثر وأكثر وأكثر حتى أراه رجل أخشى عليه من بعدي. والله يا أخوان يا جاو ناس لي وقالوا لي يا حظك إحنا نبغى نسوي زيك بس ما إحنا قادرين، نبغى نعمل مثلك بس ما إحنا قادرين. يا أخواني اليتيم إنسان لحم ودم، ولو عاش بينكم يصبح قطعة منكم.
أنا احتضنت الطفل هذا وعمره 40 يوم ينام في صدري، ولو قلت لكم إلى حد الآن وعمره 6 سنوات بعض الأحيان يصحى آخر الليل يفتح باب غرفتي ويخش علي، هو الوحيد من أبنائي اللي تجرأ يجيني في سريري وينام جنبي لأنه تعود علي من الصغر. وأنا أشكر زوجتي هذه الإنسانة العظيمة والعظيم الله سبحانه اللي ضحت بالوقت الثمين وتركت الدراسة من أجل هذا الطفل اليتيم واحتضنته بصدر حنون. يا أخواني اليتيم في حاجة لنا، اليتيم في حاجة لنا، وحكومتنا ما قصرت. حكومتنا ما هي شمس تبد على الكون كله. إذا لم يكن هناك تعاون بين المواطن والحكومة في كفالة اليتيم فليتقون الله. اللي أخذوا اليتيم وبعد فترة قالوا نرجع اليتيم. تعرف يا أستاذ عبد العزيز، أنا قبل 3 أيام أخذت خطاب من الجوازات، عفوا من مكتب الإشراف النسائي بالمنطقة الشرقية، وأنا أشكرهم جزيل الشكر على مجهودهم الطيب من أجل أطلع للولد جواز من الجوازات. تعرف أني بكيت من عبارة مكتوبة في الخطاب وأقول لك إياها وأرجو أن الأستاذ أحمد اليحيى يفهمها ويسمعني. العبارة تقول وموجه الخطاب لمدير الجوازات: وأنا أوعدكم أن في حال انتقال الطفل إلى كفيل آخر نسحب الجواز. فأنا جلست أتخيل نفسي كيف خالد بعد 6 سنوات ينتقل لكفيل ثاني. أنا طولت عليكم وأرجوكم اعذروني. أنتم ما عرفتوا إيش الحلاوة اللي أنا أحس فيها وش حلاوة تربية اليتيم داخل بيتي. إذا كان إمام المسجد في الحارة كل ما مر طق الباب أو قال ناد خالد خلني أمسح على راسه، لو تعرف في كل شعرة حسنة أعطوني، خلوني اليوم أطلع بحسنات من قدام بابكم. يا إخواني اليتيم في حاجة، اليتيم في حاجة لنا، في حاجة لوقوفنا جنبه، لمساعدته، للأخذ بيده. والله إني أفكر الآن أن أكفل يتيم ويتيمة يعيشون معي وسط بيتي. وقررت الآن زوجتي حامل، وقررت إن شاء الله إذا وضعت زوجتي يرافق هالمولود الجديد طفل أو طفلة يتيمة تعيش معنا في بيتنا.